عاملين ايه؟ الفيديو النهارده مهم جدا. قربي من اللاب، علي صوت اللاب علشان هقولك السر اللي البنات ما بيقولوش لحد عن ازاي بيرسموا كات لاينر مظبوط. كلنا بنيجي نتفرج على فيديوهات على النت، بنلاقي انه بنت بترسم خط كده وبترجع تاني، موضوع سهل جدا بياخدش منها 3 ثواني، ونيجي نرسمه احنا في البيت نقعد ساعه ساعه ونص من كتر ما كل شويه نحط ونمسح ونحط ونمسح، واحنا اصلا بيبقى عندنا شغل اصلا ومتاخرين عليه. السر في الموضوع ده يا جماعه بجد، وبالذات للناس اللي هم بيجنرز اللي هم المبتدئين، يا جماعه السر في الموضوع ده هو التولز. بترسمي الكات لاينر بايه؟ فكك خالص من الايلاينرز اللي بيبيعوها ببيشه، فكك من الديب لاينرز، فكك من اي حاجه طريه. احنا طبيعي ما بنعرفش نرسم بيها، دي معروفه، ففكك خالص من الكلام ده خالص. في فيديو قبل كده كنت عملته عن استخدامات الفرش وكده، كنت قلت لكم يا جماعه ان اهم حاجه في الميك اب الفرش، ده حقيقي. اهم حاجه في الكات لاينر هو انت بترسمي بايه. هوريكي الحاجات اللي انا بستخدمها. هي حاجه من حاجتين بتستخدميها، يا اما تجيبي فلوماستر، اوكي، ايربن ديكاي. هوريكي على السكرين الخط بتاعه عامل ازاي، خطه رفيع جدا، خط رفيع عشان تقدري ترسمي خط رفيع. لو جبتي ايلاينر تخين، طب ما انت مش هتعرفي ترسمي الخط. انا كنت جايباه غالي بصراحه، ايربن ديكاي. انت ممكن في بدايل كتير قوي في السوق للقلم الفلوماستر الايلاينر، بس اهم حاجه تجيبي براند كبير عشان ما يهببش تحت العين. خلاص، ده اوبشن رقم واحد. اوبشن رقم اتنين وده مهم جدا بقى، اللي انا بستخدمه على طول دايما، الجel لاينر. ما تصدقوش ان الجel لاينر ده للميك اب ارتست عشان هو صعب جدا خالص، هو عشان سهل الميك اب ارتست بيستخدموه. الجel لاينر هتلاقيه بيتباع في الجروبس الاونلاين، انا كنت جايبه 1000 جel لاينر معاه الفرشه بتاعته. السحر كله في الفرشه دي، اللي هي الفرشه بتاعته. هي اهم حاجه ان هي الفرشه بتاعته تبقى بورد، وفي نفس الوقت تكون ناشفه. انا هوريكم على سكرينه برضو عامله ازاي. الفرشه دي المفروض ان هي بتسهل عليا الرسم الايلاينر، ان انا بمجرد ما انا بعرفش ارسم خط مستقيم عشان تبقوا عارفين والله، انا بحطها كده وبعدين بغمض عيني وبعمل خط وارجعها بخط، سهله جدا. هي دي بجد السحر كله. انت مش لازم تجيبي الف، في بدايل احلى احسن من كده بكتير كمان. في مثلا ماك، في جel لاينرز كتير. يا جماعه هما دول السحر في انك انت ترسمي ايلاينر في 3 ثواني بجد. بس جربوها وعلى ضمانتي. وهوريكم فيديو طبعا اللي هو موجود على النت، اللي هو على طول انتوا بتشوفوه، بس ده عاملاه علشان البيجنرز ازاي يستخدموه. اول حاجه هنكمل الخط اللي تحت على فوق، ما تعمليش كده، لا اعمليه كده. سهله جدا، ماشي. ترجعي بقى تاخديها مثلث. خلاص، وبعدين بعد كده بتلوني بقى اللي جوه بنفس اللون. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اعملوا لايك للصفحه عشان تقدروا تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت اللي انا كنت منزلاها.